السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير. النهارده باذن الله هنقدم مع بعض الحواوشي الاسكندراني بطريقه سهله قوي قوي، والعجينه بتاعته في ثواني هنعملها وما فيهاش اي تعقيد. اول حاجه عندنا كوبايه من اللبن الدافي، هننزل عليها كيس من الخميره، او لو احنا عندنا خميره سايبه هنحط معلقه كبيره مع معلقه كبيره من السكر وهنقلبهم مع بعض. والحركه دي بنختبر بيها اذا كانت الخميره بتاعتنا صالحه للاستخدام او لا، لان طبعا الخميره هي الاصل في العجينه، فلو الخميره مش كويسه او مش شغاله فالعجينه بتاعتنا مش هتتخمر كويس. هنقلب بقى السكر مع الخميره وهنسيبهم مع بعض كده يخمروا شويه، يعني 5 دقايق. هنغطيها بقى كده شويه وهنسيبها 5 دقايق. لو لقيناها عملت كده وتفاعلت، يعني عملت فوم وتفاعلت، هيبقى هي كده شغاله. هنضيف بقى دي، وهو عباره عن 4 كوبايات من الدقيق. هندخلهم طبعا كويس عشان لو فيهم اي تكتلات تختفي، برضو لو فيهم اي رواسب تخرج منهم. ونخلي بالنا ان الكوبايه اللي احنا هنستخدمها في اللبن هي اللي هنستخدمها في الدقيق، هي اللي هنستخدمها في كل المقادير عشان المقادير بتاعتنا تطلع مظبوطه. هنقلب بقى الدقيق مع الخميره ومع اللبن، وهنضيف ربع كوبايه من الزيت. وطبعا لو احتاجنا اي سوائل تاني للعجينه هنزود ميه دافيه، يعني هنكون محضرين جنبنا ميه دافيه ونزود كده شويه بشويه لحد ما العجينه بتاعتنا تلم. وما انصحش خالص ان احنا نزود لبن ريف، لان اللبن الكتير في العجينه بينشفها. تمام، هنفضل نزود ميه لحد ما الدقيق كله يتلم. ولما نحس ان العجينه بدات تلم معانا هنشيل بقى، يعني هنبدا نعجن بايدينا. وزي ما قلت لكم قبل كده هنعرف ان العجينه محتاجه ميه ازاي. هنلاقي في دقيق بره لسه ما اندمجش مع العجينه، ونعرف ان العجينه محتاجه دقيق امتى، لما نلاقيها ملزقه ومش عايزه تلم. تمام، هنفضل بقى نعجن فيها كده كويس لحد ما تلم معانا زي ما انتم شايفين، هتبقى طريه كده ولينه، يبقى هي كده خلاص خلصت. هنكون بقى دهنين طبق زيت وهنحطه فيها، يعني دهن زيت بسيطه كده ونحطه عشان العجينه ما تلزقش اثناء التخمير. وهنغطيها بستريتش كده او بطبق يعني طبق عادي قد الطبق، وهنسيبها في مكان دافي تخمر. يلا بينا نجهز الخلطه بتاع الحواوشي، وهي الخلطه المعتاده اللي هو بصل وطماطم وفلفل، بصل وفلفل الوان وفلفل حراق، مفيش طماطم طبعا. بس في الحواوشي دوت مش هنسيبهم بميتهم، هنصفي الميه كويس جدا عشان الميه في الوصفه ديت هتبوش العجينه. وطبعا الميه دي مش هنرميها خالص، هتنفع جدا في المشويات او لو هنتبل بيها بانيه او الكلام دوت، بتبقى حلوه جدا. بنزود عليها ملح وفلفل اسمر والتوابل بتاعتها، وبنخليها نتبل بيها اي حاجه. خلاص كده البصل والفلفل اصطفوا كويس جدا. هننزلهم بقى وهننزل عليهم نص كيلو لحمه او المقدار بتاعنا اللي احنا عايزينه. عايزه اقول لكم نص كيلو لحمه دول هيعملوا لنا 3 صواني او 3 رغيفه من الحواوشي. هنضيف عليهم اللي هي بقى معلقه كبيره من توابل الحواوشي او كيس من توابل الحواوشي، ومعلقه كبيره ممسوحه من الملح. هنعجنهم دول برضو كمان، هنعجن بمعنى العجن ان احنا هنفضل نعجن شويه حلوين كده عشان اللحمه الانسجه بتاعتها تتفكك، فبالتالي ما تاخدش وقت خالص في السوا. هنفضل نعجن فيها لحد ما اللون بتاعها يتغير تماما، يتحول للون البني تقريبا. الخطوه دي مهمه جدا جدا في الحواوشي الاسكندراني بالذات، لانه هو بيستوي على الفرن، ف يعني بيبقى حراره مش عاليه قوي زي البوتاجاز. لازم نغطيه بكيس كده عشان اولا اللحمه ما تنشفش، وثانيا ما تغيرش ريحه التلاجة. خلاص كده العجينه خمرت، هنبدا بقى نقلبها زي ما انتم شايفين. هتقلب بسرعه جدا لان هي تحتيها زيت، شايفين؟ وخمرت وبقت جميله وطريه جدا. هنفضي بقى طبعا منها الهواء كله. طبعا قبل ما نعجن هنرش كده رشه بسيطه من الدقيق على المفرش بتاع العجين دوت، بيخلي ان العجينه بتاعتنا ما تلزقش او ما تفضلش ملزقه، لا بتفضل كده من بره محتفظه بالقوام بتاعها. هنلفها بقى على هيئه رول كده، يعني عشان نقدر نقطعها. هنقطعها بقى ازاي؟ هنقطعها نصين بس مش متساويين. ليه بقى؟ لان الجزء اللي تحت في الرغيف بيبقى اكبر من الجزء اللي فوق زي ما احنا هنشوف مع بعض دلوقتي. فاحنا هنقطعها نص صغير ونص كبير، والنص الصغير هنقطعه قد بعضه، والنص الكبير برضه هنقطعه قد بعضه. معلش الفيديو طويل شويه المره دي، بس عشان في تفاصيل كتير مهمه جدا لنجاح الوصفه. هنشيل بقى معظم العجينه وهنسيب اللي احنا نفردها بس عشان نعرف نفردها كويس. تمام، هنفردها بايدينا الاول كده، وبعد كده نفردها بالنشابه، ولازم نحط في النشابه دقيق عشان ما تلزقش في العجينه. واحنا بنفرد العجينه بقى مهم جدا جدا ان احنا واحنا بنعمل الحواوشي الاسكندراني عشان ما يبقاش معانا عامل زي القرصه، ان احنا نفرد كويس جدا ونخلي سمك العجينه رفيع زي الربع بتاع البيتزا واقل كمان، عشان لما تنفش شويه في الفرن ما نحسش ان احنا بناكل قرصه ومحشيه، لا هي فعلا الطبقه بتاعتها بتبقى رقيقه. خلاص هنفضل نفرد فيها لحد ما تتفرد كلها. ونبدا بقى ان احنا نكون مجهزين صينيه مدهونه زيت بسيط جدا برضو عشان ما يهريش العجينه.
يعني فرشه واحده كده من الزيت بنوزعها. وطبعا مهم جدا الجوانب عشان الرغيف بتاعنا ما يلزقش. هنتني العجينه كده وننقلها ونبدا ان احنا نسويها في الصينيه، ومش هنحط الحشوه الا لما نفرد الجزء اللي فوق في العجينه. هنفرده برضو ونرفعه على قدر الامكان، بس القطعه ديت اصغر شويه من القطعه اللي فاتت وهتشوفوا ليه دلوقتي. هنفضل نفرد فيها كتير لحد ما السمك بتاعها يبقى رفيع خالص من كل الجوانب. ونحاول طبعا ان احنا واحنا نفردها على اي دايره عشان تاخد الشكل بتاع الصينيه. خلاص كده انا حشيت، بس طبعا ما جيتش جنب الاطراف لان الاطراف ديت هشوف هنعمل فيها ايه دلوقتي. هنطبقها طبعا كده وهننقلها. شايفين الاطراف هنعمل فيها ايه؟ هنبدا ان احنا نلم بيها العجينه او الرغيف عشان ما يفتحش مننا اثناء التسويه. عشان كده القطعه اللي تحت كانت اكبر من اللي فوق. شايفين؟ هنمسك الطرف كده ونروح حاطينه على الطرف اللي فوق ونضغط جامد عشان اثناء التسويه ما تتعملش. هندهن بقى فرشه من الزيت كمان من فوق عشان الرغيف بتاعنا يحمر. وممكن طبعا ندهن سمنه، ندهن لبن، ندهن اي حاجه عشان يساعد على تحمير الوش. وخطوه تاني مهمه ان احنا لازم نخرم الوش كويس جدا واحنا قبل التسويه عشان العجينه ديت هتتنفخ فهتفرقع، فاحنا مش عايزينها تفرقع ولا عايزين شكل الرغيف يبوظ. واخر حاجه هنرش رشه من الفلفل الاسمر، رشه من حبه البرغه ورشه من السمسم، ودول اختياري. ممكن نسيب الرغيف سريع جدا براحتنا. دي الصينيه التانية حبيت افرد اللحمه قدامكم عشان تشوفوا انا بفردها ازاي. ما بنتخنش طبقه قوي عشان تستوي، وفي نفس الوقت ما بنقللهاش عشان لسه فيها دهون فهتكش شويه في الفرن. خلاص احنا كده عملنا 2. هنقفل التانية برضو كده معاكم عشان تشوفوا التكنيك بتاعها. انتوا هتحسوا ان هي صعبه، بس هي مش صعبه خالص. لا هتجينا معانا لينه، فاحنا هناخد الطرف اللي فوق نضغطه على الطرف اللي تحت وهتدينا شكل حلو قوي في الاخر. اللي فاتت عملناها بحبه البركه والسمسم، ديت هنعملها بوش البيتزا. وعايزه اقول لكم ديت نالت الاعجاب اكتر من التانية. يعني ديت كانت يعني تحس ان انتوا بتاكلوا بيتزا وحواوشي في نفس الوقت، فالميكس كان حلو قوي. هنمشي على كل الاطراف زي ما قلت لكم، ناخد الطرف اللي فوق ونضغط على الطرف اللي تحت. وما تخافوش العجينه لينه مش هتقطع منكم ولا اي حاجه. وبرده هنخرم قبل ما ندهن اي حاجه او قبل ما نرص الوش بتاع البيتزا. هنا بقى ما كانش عندي زيتون ولا كان عندي اي حاجه، كان عندي فلفل اخضر وفلفل الوان، فقلت يعني ايه ان انا اكتفي بيهم واحط الموتزاريلا وخلاص كده. طبعا الموتزاريلا ديت نوعها الحمد حلوه جدا، طعمها حلو. ودوت ربع كيلو ميكس تقريبا كان ب20 جنيه، فهنحط الربع كيلو كله او هنسيب منه شويه. وهنحط برده رشه من حبه البركه هتدي شكل حلو قوي وهتدي طعم حلو. ده الباقي بقى بتاع الحواوشي. طبعا مش هنسيبه كده، هنحطه بقى في الفريزر. ممكن وقت زنقه او وقت مش عارفين نعمل فيه اكل نعمل عجينه بسرعه كده ونحطه جواها. خلاص دي طلعت قعدت في الفرن بالظبط 20 دقيقه و3 4 دقايق تحت الشوايه، يعني كله على بعضه 25 دقيقه. اول ما تطلع هنرش عليها رشه بسيطه من الميه وهنغطيها كده شويه لحد ما تهدى شويه، مش لحد ما تبرد لان هي بتتاكل سخنه. ودي كمان كذلك خدت نفس وقت التسويه واللحمه كانت مستويه تمام. وهنشوف مع بعض دلوقتي. هنغطيها لحد ما تهدى شويه من السخونيه، مش لحد ما يعني تبرد، لا لحد ما تهدى شويه، يعني دقيقتين 3 بالكتير قوي. تعالوا بقى نشوف هنقلبها ازاي مع بعض بحيث ان الوش بتاعها ما يبص. هنمسك المعلقه ديت وهنبدا نزحلق بيها الرغيف بتاعنا لحد ما ينزل بالشكل دوت. شايفين طري ازاي وانا بمسكه؟ دي بقى عشان الوش بتاعها ما فيهوش حاجه قلبتها في صينيه تانية وبعد كده رجعتها في طبق التقديم تاني. شايفين شكلهم رائع ازاي؟ وعايزه اقول لكم كان ريحتهم جنان. هنبدا بقى نقطعهم نفس تقطيعه البيتزا بالظبط او اي تقطيعه انتوا عايزينها. ممكن تقطعوهم مربعات زي الجلاش براحتكم جدا. زي ما انتوا شايفين وانا بقطعها بتتقطع معايا بسهوله جدا لان هي مستويه وكمان طريه ما نشفتش مني. ما ينفعش ان احنا نسيبها اكتر من الوقت ده في الفرن عشان يعني اعتقادا ان اللحمه ما استوتش، لا هي بتبقى استوت لان احنا اولا حاطين طبقه مش كتيره وتاني حاجه ان احنا عاجنين اللحمه كويس. زي ما انتوا شايفين اهو هنقطع دي كمان. دي سبتها زياده على اللزوم، يعني كنت لسه بطلع ديت لقيت ديت يعني ايه نشفت شويه مني، فعشان كده تحس ان هي انشف من التانية. لكن التانية طريه جدا والجبنه مدياها طراوه حلوه قوي. يعني لو انصحكم تعملوا اللي هي بوش البيتزا. شايفين بقى طبعا اللحمه عشان بلدي كشت، انا كنت حاطه كميه كويسه من اللحمه. اوريكم قطعه كمان. اللحمه البلدي بتكش، فعشان كده هتلاقوا ان انتوا بعد ما تحطوا لحمه هتلاقوا ان هي ممكن ما يكونش فيها لحمه كتير. وبكده بقى يا حلوين الحلقه بتاعتنا تكون خلصت. يا رب تكون عجبتكم، يا رب تكون ما طولتش عليكم. وما تنسوش بقى تعملوا لايك وتعليق حلو زيكم. واشوفكم على خير الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.